تعالوا النهاردة بقى أما أقول لكم على طريقتي المعتمدة لأسهل وأنجح وأسرع كفتة رز هتعملوها في حياتكم، مستحيل تفك منكم في الزيت أو الصلصة، وهتطلع معاكم بقى تجنن زي الكتاب ما بيقول بالظبط. أنا عاملة كيلو من اللحمة المفرومة، تقدروا تنصصوا المقادير تبقى نص كيلو أو تضعفوها مفيش أي مشكلة. لحمة مفرومة عادية جدا، مش مستخدمة لحمة جملي، مع إن اللحمة الجملي تبقى حلوة جدا في كفتة الرز، بس أنا جايبة مفروم عادي جدا من عند الجزار. والكيلو اللحمة المفرومة هنحتاج بصلاية متوسطة مش صغيرة، متوسطة. البصل الأحمر ده بتبقى نكهته قوية ونفاذة وحلوة جدا، ومش بنزود البصل عن كده علشان السوائل ما تزيدش في اللحمة، لأن البصل لو زاد اللحمة تفك. وهنحتاج راس توم كاملة، يعني كيلو اللحمة المفرومة راس توم، وأنا مستخدمة التوم اللي هو الصيني اللي هو بيكون الحباية أو الفص كبير كده، حزمة كزبرة وحزمة شبت وحزمة بقدونس، بس الحزم اللي أنا مستخدماها كبار، وأنا طبعا واخدة الورق فقط بعيد عن العيدان تماما. لو الحزم اللي عندكم صغيرة كده رفيعة خالص دي تستخدموا 3 من كل واحد، لو الحزم اللي هي متوسطة شوية يبقى 2 من كل واحد. أنا مستخدمة اللي هي الحزم اللي هي الكبيرة. نقطع البصلايه كده ونحط عليها الثوم، وفي الكبه انا مستخدمه كبه مش مستخدمه الخلاط، مستخدمه الكبه اللي هي موجوده في كل بيت اللي هي محضره الطعام العاديه. تقدروا تستخدموا الخلاط مفيش مشكله، هقول لكم ازاي، بس الكبه طبعا اسهل، والعمليه دي بتكون اريح للكبه واسهل عليها عشان الخلاط ما يتحرقش مننا. بنفرم البصل والثوم كويس جدا، يعني يبقوا مفرومين فرم ناعم، وبعد كده ننزل عليهم بالخضره ونفرمهم برده مع بعض كده. ما حطيتش بهارات ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه في المرحله دي عشان البصل ما ينزلش ميه، لانه السوائل هي اللي ممكن تخلي الكفته تفك، فبنحطش اي ملح ولا بهارات دلوقتي، بس بنفرم كويس جدا البصل والثوم مع الخضره لحد ما تبقى عامله زي المعجون شويه كده، تنعم خالص وتبقى زي ما انتوا شايفين كده. كل الخطوات دي ممكن تتعمل برضو في الخلاط، لحد دلوقتي مفيش اي مشكله. ممكن تزودوا معلقه ميه ولا حاجه معاها عشان تجري بس في الخلاط. والكيلو اللحمه المفرومه بنحتاج كوبايتين من الرز المصري، كوبايتين مغسولين كويس، الرز مغسول ومتصفي كويس، وكمان بحطه على فوطه علشان ينشف تماما، يعني يرجع لحالته اللي هي قبل الغسل، يبقى مفيش فيه ولا نقطه ميه. فانا دايما بغسله وبسيبه على الفوطه من بالليل لما ببقى عارفه ان انا تاني يوم هعمل كفته رز، والصبح بيكون نشف خالص زي ما انتوا شايفين كده. انا مستخدمه اكواب معياريه، يعني كوبايتين معياريتين من الرز المصري، وده لكيلو اللحمه المفرومه ممكن تنصصه او تضعفه. وهنستخدم المطحنه العاديه بتاعتنا بتاعه البهارات، هنطحن فيها الرز. في ناس بتستخدم دقيق الرز، انا ما بحسش ان طعمه حلو قوي، مش عارفه ليه، يعني جربته كذا مره وبحس ان طعمه مش كفته الرز بتاعتنا، فبرجع تاني للرز المطحون العادي بتاعنا ده، وده طبعا راجع ليكم. لو هتستخدموا دقيق الرز يبقى برضو كوبايتين من دقيق الرز. بنطحن بقى الرز، بس انا طبعا لما باجي اطحنه في المطحنه يعني بشغلها واطفيها في النص كده بس شويه، وارجع افتحها تاني زي ما احنا متعودين من الخلاط او الكبه او المطحنه، بنفصل كده كل شويه عشان ما تتحرقش لحد لما نطحن الكميه كلها. وعلشان نضمن ان الرز يكون ناعم معانا ودقيق صحيح، بننخله، بس مش بالمنخل، بمصفى بتكون واسعه شويه زي ما انتم شايفين كده، دي مصفى عاديه مش منخل هيبقى صعب قوي وهيبقى محتاج ان انتوا تطلعوه ناعم. لا، انا بنخله في المصفى العاديه دي، لان انا كده كده بعديه بعد كده على الكبه وبديله وش، بيبقى ناعم زي ما انتم شايفين كده. فبنخله، والحبه اللي بيفضلوا برجع اطحنهم تاني في المطحنه لحد لما ينعموا، وارجع انخلهم تاني لحد لما اخلص الكميه كلها، ودول كوبايتين كاملين. نحط بقى الخضره اللي احنا فرمناها فرم ناعم، شوفوا عامله زي العجينه ازاي ومفيش فيها سوائل، بصوا مش نازل معاها سوائل عشان ما حطيناش ملح. ونحط اللحمه بتاعتنا والبهارات بقى، معلقه كبيره من الملح، معلقه متوسطه من الفلفل الاسود، معلقه كبيره كزبره، معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره كده من السبع بهارات او بهارات مشكله، اي بهارات عندكم، معلقه صغيره مليانه من الشطه. كفته الرز بتحب الشطه، ممكن تزودوا الشطه عن كده وممكن تلغوها خالص، هي يعني اختياري، بس طبعا بتدي لسعه كده خفيفه، بتدي طعم يجنن للكفته، هي والكمون الاساس. نعجن بقى كل الحاجات دي مع بعضها بايدينا كده لحد لما الالوان دي تختلط، ما يبقاش فيه لون ظاهر عن لون، تحسوا انه بقى لونها كلها مخضر كده. تاخد منكم تقريبا 5 دقايق ولا حاجه، هاتوا حد يساعدكم، بس انا عاوزاها تختلط بالشكل ده وده مهم. بصوا بقت عجينه، بس العجينه طبعا خشنه شويه، محتاجه تاخد وش كده في الكبه علشان تنعم وعلشان تتشمع وتبقى عجينه بجد. لحد دلوقتي بصوا هي مفرفته ازاي وانا بحطها في الكبه، لسه مش عجينه. بحطها مكان الخضره والبصل عادي، مش بغسل الكبه ولا حاجه، وبشغل الكبة طول ما هي متفرطة عن بعضها كده، لسه بسيبها شغالة لحد لما العجينة تتلم على بعضها وتبقى بتجري حتة واحدة كده في الكبة، يعني تلاقوها كتلة واحدة عمالة تجري جوه كده مع بعضها كده، ملمومة على بعضها وبتجري كده، هي اتعجنت وبقت تمام واتشمعت وبقت عجينة. شوفوا حتة واحدة ازاي لمت على بعضها خلاص. شوفوا بقى دلوقتي لما باخد منها عجينة في ايدي، تقدروا تدوها وشين على فكرة لو حابينها تنعم اكتر من كده، بس انا بديها وش واحد، يعني هي كده خلاص بالنسبة لي كده تمام. دي الانسجة بتاعتها، شوفوا ناعمة ازاي،
ما بتلزقش في الايدين، تقدروا تصبعوها من غير ما تلزق في ايديكم نهائيا. بصوا خلاص كده هي جاهزه معانا. طبعا احنا بنضربها في الكبه على مراحل، يعني 3-4 مرات كده علشان ما نحطش كميه كبيره في الكبه، نحط حبه حبه كده لحد ما نخلص الكميه كلها. ولو هتستخدموا الخلاط بتضطروا تزودوا ميه علشان تجري في الخلاط، وده يعني بيخلي فيه احتماليه انها تفك منكم، عشان كده ما بحبش الخلاط قوي. ولكن لو هتستخدموا خلاط بتزودوا ميه بقى معلقه كده، بحيث انها تجري منكم في الخلاط او تجري معاكم في الخلاط. وطبعا لازم الخلاط بتاعكم يكون كويس وتحمل ان انتوا تضربوها في الخلاط. بس تاخدوا بالكم انتوا هتحتاجوا تزودوا معلقه ميه كل شويه طول ما هي معصلجه. نصبعها زي ما انتوا شايفين كده، ولا بتلزق في الايدين ولا اي حاجه. بس انا برضو هستخدم زيت علشان ما تلزقش في بعضها، وعلشان لما نحب نفرزنها او نحطها في الفريزر تبقى جنب بعضها كده، ما تبقاش لازقه في بعضها قوي. فببتدي اصبعها بايديا. وطبعا انا علشان صوابعي رفيعه معضمه، فبتعلم في الكفته. اقول لكم على طريقه تخليها تطلع معاكم ناعمه كده من غير ما تبقى صوابعكم معلمه فيها. بصوا تصبعوها الاول، وبعد كده بكف ايديكم كده على حاجه، على طبق ولا حاجه، وباستخدام الزيت، عشان كده بنحتاج زيت لحد لما تبقى ناعمه كده معاكم. هوريكم كذا واحده، اوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. وطبعا انا بعملها طويله بزياده شويه علشان هي بتكش شويه، بتقصر شويه لما بتتحمر في الزيت، فيبقى طولها بعد كده معتدل، ما تبقاش مزعزعه كده وصننه كده خالص، لا تبقى شكلها كده محترم في الصلصه او بعد القلي. انا بصبعها الاول على ايدي، وبعد كده بقى ايه باخدها على طبق كده واظبطها بكف ايدي، ببعد صوابعي عنها عشان صوابعي رفيعه، ممكن الناس تبقى صوابعها مليانه شويه فتعرف تصبعها احسن مني. بس دي الطريقه اللي تخليها تطلع معاكم بصوا زي الكتاب ما بيقول. وبعملها طويله بزياده علشان زي ما قلت لكم هي بتكش شويه وبتقصر شويه لما بتتقلي. لو حسيتوا ان الكفته خشنه معاكم او حاجه تقدروا تدوها وش تاني في الكبه تنعم معاكم اكتر، بس انا بالنسبه لي كان كده حلو جدا. وطبعا في المرحله دي ممكن تتخزن وتتشال في الفريزر، تتحط في اطباق كده وتتغلف وتدخل الفريزر، او تحطوها على صينيه تجمد وتمسك نفسها خالص، بعدين ترموها بقى في كيس فوق بعضها عادي وترجعوا تحطوها تاني في الفريزر. طبعا عايزين زيت سخن، بس النار متوسطه زي ما احنا متعودين، زيت سخن نار متوسطه. وهي على فكره ما بتاخدش وقت، وتقدروا تحطوا كميه مفيش مشكله انها بتكش شويه او بتقصر شويه. طبعا عاملاها طويله، هي مش هتكش قوي مش هتقصر قوي، هتقصر حاجه بسيطه. وتسيبوها في الزيت كده دقيقه، بعد دقيقه بالظبط بالشوكه كده تقلبوا فيها شمال ويمين كده عشان تبتدي تاخد لون من جميع الجهات لحد لما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا الجمال، شوفوا طولها كمان وشكلها دلوقتي مظبوط ازاي. ظبطت بقى دلوقتي بقى شكلها كفته كده مظبوطه. طبعا انا معرفش ليه كفته الرز محببه عند الاطفال، يعني انا نص العجينه دي خلصت قبل ما اخلص الفيديو ومعرفش ليه الاطفال بالذات بيحبوها قوي، على ما يبدو ان هي فيها حاجه ليها علاقه بالجينات. بصوا تنزل في الزيت، نسيبها دقيقه، نقلبها كده بشوكه، وبعد كده نطلعها. تقدروا بقى تدوها لون غامق، تغمقوها يعني شويه، تخلوها فاتحه شويه، يعني زي ما انتوا عاوزين، راجع لكم. نطلعها على ورق مطبخ بس تصفي الزيت، وهجهز معاكم بقى التسبيكه الرهيبه بتاعتها. اقول لكم بقى على احلى تسبيكه لكفته الرز. معلقه كبيره من السمنه، معلقتين كبار كده من الزيت، هننزل عليهم ببصلايه صغيره. البصل بس يبتدي يدبل كده وياخد لون على خفيف، بنزل عليهم بفصين من التوم مفرومين. يعني لو مش بتحبوا توم ما تحطوش، بس هي حلوه طبعا مع توم، هي اساسها توم ومليانه توم اصلا. التوم يطلع ريحته وهيبتدي ياخد لون بسرعه لانه بياخد لون اسرع من البصل، علشان كده بنحطه متاخر، فتلاقوهم الاتنين خدوا لون بقى مع بعض في نفس الوقت كده، لون خفيف كده دبلوا كده بقى لونهم بينك فاتح يعني. بنحط عليهم 3 كوبايات من عصير الطماطم، وخففت كمان بشويه ميه. طبعا انا مستخدمه طماطم لونها حلو قوي، نفس النوع الطماطم اللي استخدمتها في محشي الكرنب، فمش بحتاج اضيف صلصه. ولكن انتوا لو الطماطم فاتحه حطوا معلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم مع الصلصه. حطيت معلقه كبيره من السكر علشان الحموضه بتاعت الصلصه علشان تبقى مسكره كده. بنحط الملح والفلفل الاسود، رشه كده من الكزبره، يعني نص معلقه صغيره كده من الكزبره، وبنحط مكعب مرقه بيديها طعم حلو قوي وبينقلها كده في حته تانية خالص. بس لو مش عايزين تحطوه ما تحطوش خلاص عادي. والتركيه بقى اللي بتخلي الصلصه دي بقى في حته تانية، قرن فلفل حامي كده بشقه كده بفتحه وبحطه في الصلصه وبسيبه بقى يتسبك معاها. ده بقى بيخلي التسبيكه تجنن. وبنغطيها ونسيبها تتسبك وتقصر كده وبتسبك. يعني بصوا البنات اللي هم لسه عرايس جداد او لسه في الاول، بصوا تبقى عامله طبقه دهون على الوش كده، شايفين طبقه الدهون دي؟ هي دي معناها ان الصلصه اتسبكت. يعني بنحط بقى معلقه صغيره من الكمون بحطه في الاخر عشان ما يمررش، وننزل عليهم بقى بالكفته بتاعتنا. حطوا بقى الكميه اللي انتوا عاوزينها. هقول لكم كمان ازاي تعملوها بالبطاطس، هعمل معاكم حله تانية بالبطاطس دلوقتي.
هنا حسيت ان الصلصه زياده شويه، يعني لونها احمر قوي، فشلت حبه حطهم على البطاطس. وبنزود ميه سخنه معيار كوبايه كده ولا حاجه، يعني تغطيها حاجه خفيف، وبنسيبها بقى تغلي غلوتين 3. ما تسيبوش الكفته تغلي كتير في الصلصه علشان ما تبقاش مبشننه، بس عايزه اقول لكم واطمنكم ان الكفته دي مستحيل تبشنن او تفك نهائيا. تاخد غلوتين كده، عاوزينها تبقى طريه اكتر تغلوها اكتر، عاوزينها تبقى طريه قوي غطوها. انا بديها غلوتين او 3 غلوات كده وهي مكشوفه مفتوحه، ما بغطيهاش لان هي اوريدي اصلا مستويه، وهي دوبك بتاخد غلوه يعني تشرب من الصلصه والصلصه تشرب منها كده، يشربوا من بعض وبس. شوفوا الجمال بقى. هقول لكم كمان على تركية حلوه قوي تخلي ريحتها تجنن. تسيبوها تهدى كده شويه وتعمل وش توشش، يعني تبرد كده والدخان يختفي، وتروحوا رشين عليها كده رشه من الفلفل الاسود على وش الخضار او على وش التسبيكه، وتسيبوه شويه، هيطلع ريحه تجنن. وانا متاكده ان كتير منكم بيعملوا الحركه دي اللي كنا لما بنرجع من المدرسه نشم ريحه الخضار المسبك من على باب البيت كده او من على اول شارع كمان، هي دي رشه الفلفل الاسود اللي على وش الاكل دي تجنن. تشوفوا بقى شكلها جميل ازاي. هقطعها معاكم بعد شويه، بس هوريكم كمان اللي بالبطاطس برضو نفس التسبيكه بالظبط، كل حاجه تمام هي. بنحط بس البطاطس وبنزود طبعا ميه سخنه، واول ما تبتدي تغلي بنغطيها ونسيب البطاطس تستوي بقى، تستوي تقريبا 80%، يعني الشوكه هتدخل فيها بسهوله. وبعد كده بنحط عليها بقى الكفته بتاعتنا. طبعا بنعملها بالبطاطس فبتعمل معانا كميه كبيره، بترمي معانا. بنحط الكفته اقل شويه، ده من نوع من انواع الاقتصاد، وكمان هي طعمها حلو قوي مع البطاطس. انا عن نفسي ما كلهاش لوحدها، لازم معاها بطاطس. في ناس تاكلها لوحدها، لا انا لازم مع بطاطس. حطيت بقى شويه التسبيكه اللي انا شلتهم من الحله اللي فيها كفته، بس دي كنت التانية كانت حمرا زياده، دي حطيت عليها فبقى لونها حلو قوي كده مظبوطه. وبنسيبها تاخد برضو غلوتين 3، الكفته تطرى معانا وتشرب من التسبيكه، والبطاطس تكمل السوا اللي هو 20% او 30% سوا، وبكده يبقوا الاتنين مظبوطين. البطاطس مش مهريه والكفته تمام ماسكه نفسها. طبعا باين عليها قد ايه متماسكه وقد ايه ماسكه نفسها ومظبوطه تمام. وهوريكم كمان القطعه بتاعتها عامله ازاي. طبعا كفته رز، يعني رز بشعريه. هعمله معاكم على فكره، عملته كتير، بس هعمله معاكم في فيديو تاني قريب برضو قبل رمضان كده ان شاء الله. شوفوا بقى القطعه بتاعتها، بصوا باين جدا انها ماسكه نفسها متماسكه كده. زي ما قلت لكم عايزينها تطرى اكتر تغلوها اكتر، هي بتاخد لها غلوتين 3 وبس. نفس الكلام اللي هي برضو بالبطاطس، ممكن تدوها رشة الفلفل الأسود اللي على الوش دي. شوفوا البطاطس مستوية ازاي، مش مهرية، يعني حتى بقلب فيها شمال ويمين البطاطس صحيحة ومستوية زي الزبدة كمان على فكرة تجنن. بصوا بقى هتقعد معاكم في الصلصة يوم 2 3، مش هتفك ولا هيجرى لها حاجة. ان شاء الله تقعد أسبوع في الصلصة، بس محدش طبعا بيسيب حاجة زي دي أسبوع في التلاجة أكيد. أكيد هناكلها يعني. وبس كده، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.